السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم جبت لكم واحد الصابون روعة روعة روعة، قنبلة في التنظيف، قنبلة في التبييض، قنبلة في المشاريع. إن شاء الله رايحين نجربوه هذا الجماعة اللي راهي هذا راهو داير حالة في الحمامات، وجماعة اللي راهي تروح للحمام، وهذا مع أني ما نصحش به، راهو حرام أنكم تروحوا كما رانا عارفين. ماذا بيا ديروه ليكم وتخدموا في داركم، ديروه مشروع وتبيعوا منه، راهو ما شاء الله رائع 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 جدا. وراهم يخدموا فيه الباطة متوسطة 40,000 إلى 50,000 عفوا. استخدامه سهل وطريقة تاعو سهلة، وتخدموه وتبيعوه ولا تستخدموا به في الدار. روعة روعة روعة، تجربتي الشخصية. وشكرا لصاحبة الوصفة اللي عطتني الوصفة. هنا حضرت حمام مائي وحطيت فيه ربع صابونة من صابون الطرف، ولا كيما نقولوا صابون الحجرة. صابون الحجرة درت الربع برك تاعها، برشتها وحطيتها على الحمام مائي وتخلوها تذوب. اذا كان طولت معاكم، انا هنايا طولت معايا في الذوبان، عاود حطيتها على نار هادئة وخليتها تذوب. زدت لها شوية تاع الماء وشوية هذاك شوية صابون، ودرت لها زيت زيتون، ربع كاس شاي زيت زيتون كما راكم تشوفوا، وحطيتهم على نار تكون كيما الشمعة وخليتهم يذوبوا حتى ولاولي كيما الكريمة. فقط نتوما تحبوا ديروا على الحمام المائي، وتحبوا ديروا على نار تكون هادئه قليله، برك تزيدوا لها شويه ماء. انا كي طولت عليا زدت لها الاخر. بعدين هنا واش راح نجيب قسم غرفه صغيره نتاع صابون بلدي. هذا صابون بلدي مخدوم بالحبة السوداء، شريته من عند العشاب قويدري كما راكم عارفين عفوا. حوايجه ما شاء الله ما شاء الله. المهم هذا درت قيس مغرف، من بعد جبت نص ملعقة تاع قارص غسرتها معاهم. نعاود لكم المقادير: ربع صابونة نتاع صابون حجرة، زدت له ربع كاس من الزيت زيتون، زدت له مغرف صغيرة من صابون البلدي، نص قارصة، وزدت له رشة ليمون، عفوا رشة ملح كما راكم تشوفوا. ونزيد له ايضا النيلة الزرقاء. النيلة الزرقاء هنايا الاصليه كما نقول لكم دائما، ماذا بيكم تشروا حجره وتدقوها، ما تشروش مرحيه، اشروا حجره ودقوها. طبعا راح تسالوني ايضا من وين راكي شريتي في الهادو. كامل المكونات راني نشري فيه من عند العشاب قويدري، باذن الله باذن الله راح ندير لكم فيديو من عند العشاب بعد بالذات، وتشوفوا المنتجات والحوايج اللي عنده. بعدين راح نخلط المكونات هادو كامل مع بعض حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي لكن شاد روحه. راح نخلطهم مليح، يكون كريمي لكن شاد روحه. المهم اللي حبت تتحصل، شوفوا كيفاش قوام كريمي وشاد روح. حبيت يكون كريمي لان كريمي اكثر واكثر، يعني شويه سائل على هكذا، رايحه تزيدي له شويه زيت زيتون، شويه من زيت الزيتون، رايحه تزيدي له كميه ربع كاس تاع شاي ولا حاجه، وتخليه تخلطيه مليح مليح حتى يولي لك كريمي اكثر. بالنسبه لهذوك النقاط اللي راكم تشوفوا فيهم، هذوك النقاط تاع صابون الطرف، لانه انا ما ذوبتوش مليح، كنت برك مزروبه، لكن النتيجه كي درتها جاتني رائعه. تحبوا تصبروا معاهم ذوبوهم احسن واحسن. كما قلت لكم ديروا له شويه برك تاع الماء وذوبيه مليح مليح وخلطه مليح حتى يذوب. تحبي تخلي فيهم هذوك النقاط ما هيش مشكله، لانهم بعد لما في الاستحمام ولما تحكيهم على الجلد نتاعك رايحين يذوبوا ويروحوا عادي جدا. المهم كما قلت لكم هذا القوام تاعو راح يكون كريمي شويه صلب. حبيت يكون كريمي اكثر راح تزيدوا له شويه زيت زيتون، وتقدر ثاني تزيدي له شويه من صابون البلدي. المهم راهو رائع رائع هذا الصابون. شكرا لصاحبه الوصفه عفوا، شكرا جدا، كلمتني وقالت لي ديريها ان شاء الله تكون في ميزان حسناتها، واللي حبت تدير منه مشروع راح يخرج لها مشروع رائع رائع. المهم يكون الجسم تاعك نظيف، وتكوني ترنختي مليح في الدوش تاعك وتفتحت المسامات. تحطي هذا الصابون كامل على الجسم نتاعك حتى على الوجه. انا درته على الوجه، لكن اللي عرفت انه البشره تاعها حساسه ولا دير لها مشاكل، ولا المهم البشره تاعها مش عاديه، ما كان لها ما تحطوش على الوجه. المهم ديريه كيما راني ندير بهذه الطريقه، تحكيه مليح مليح في الجسم نتاعك وتخليه حتى ينشف. بعدين بعد ما ينشف تشدي الكيسه ويلا بسم الله تبداي تحكي تدلكي تبرمي كيما حبيتي تسميه، دلكه تسميه تبريمه تسميه اي حاجه، رائع جدا. المهم النتيجه رائعه، يعني اليد نتاعك تحسيها رطبه، تحسي الانتعاش في الجسم نتاعك.
يعني هايل هايل وخلاص، يعني ما عندي ما نقول لكم. شكرا، نعاود نشكر صاحبة الوصفة، وما نقول لكم ما تنسونيش من الجنب باش نزيد لكم فيديوهات واسرار اخرى. المهم يا الله، اللي حبت تخدم على روحها دير مشروع على روحها، دير من هذا الصابون وتبيع منه، والله ولي التوفيق. كما قلت لكم تتباع الباطه المتوسطه تاع البلاستيك هذيك من 40 الى 50 على حسب حجم العلبه اللي راح درتيها. هذه وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتتابعوني بتعليقاتكم وتحطوا لي آراءكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى ملتقى، سلام.